في خلافة أي الخلفاء أطيح بعرش كسرى المجوسي؟ في خلافة أي الخلفاء ماذا صار؟ أطيح أطيح بعرش كسرى المجوسي. كسرى المجوسي. بلي لو كان هل هو في أقول لك خلافة علي لو كان أو خلافة عمر أو خلافة أبو بكر؟ بلي لو كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام تولى أمور المسلمين لكان الجميع العالم حتى الصين والهند والأوروبا والأمريكا اليوم مسلمة، جميع العالم لكانوا مسلمين. وهذا الشقاق الذي جاء بين المسلمين هو بسبب إيران والعراق أقرب إلى الجزيرة العربية. أنا أقول لك إنه صحيح فتح إيران في زمن عمر صحيح، ولكن لم يكن بسبب عمر لم يكن بسبب عمر، لم يكن بجهود عمر. إن عمر بن الصهاك لم يقاتل الفرس أبدا، لم يخرج من المدينة ولا كما بلي أنت عليك. هل الأمير أو الرئيس هل يقود الجيش بنفسه؟ بل نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا في بدر وأحد وحنين وفي خيبر؟ صحيح، لكن بعض المعارك ما حضرها الرسول. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في المعارك المهمة كلها كان حاضر، حتى تبوك ذهب إلى تبوك. فأرني معركة واحدة حضرها عمر، أنت أعطيني معركة واحدة حضرها عمر في خلافته، هذا الرجل الجبان لم يحضر معركة. أعطيني الخبر إنكم تقول إنه فتح الشام، فتح مصر، فتح إيران، يلا معركة واحدة حضره عمر، تفضل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر أغلب المعارك فيه موجود، بدر، أحد، حنين، خيبر، أحزاب، إلى ما شاء الله فتح مكة، تبوك، رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر. عمر اعطيني معركة واحدة كان فيه حاضر هذا الرجل. يلا اسمع يا شيخ، أنا إن شاء الله مؤدب أنا، بس أجبني على هذا السؤال، أجبني على هذا السؤال. معركة واحدة عمر كان حاضرا فيها، تفضل. ما هو الجواب؟ مين حبيبي؟ معركة واحدة اعطني اسمها عمر شارك فيها، تفضل. شارك فيها عمر؟ هي يا أخي عمر قائد خليفة، رسول الله أيضا قائد، رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد، أمير المؤمنين عليه السلام قائد، حضر معركة النهروان بنفسه، جمل بنفسه، صفين بنفسه. والله العظيم إخواني الأعزاء، في معركة الصفين إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في كثير من المصائب. أحد ألقاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في الهند وفي باكستان وفي إيران وأفغانستان، أحد ألقابه صفدر، حيدر الصفدر. صفدر تعرفون ماذا؟ صفوف الأعداء، الذي يقطع الصفوف ويدخل في قلب الجيش المخالف. هذا في الفارسي صفدر، من يقطع الصفوف. إن أمير المؤمنين عليه السلام في الصفين كثيرا ما كان يقاتل ويقطع الصفوف، يدخل في قلب جيش معاوية، وفي من جميع جوانبه الأعداء، لا جميع جوانبه، خلفا يسارا أماما يمينا، لا جميع الجوانب. والحمد لله إن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كلما ضرب رجلا بضربة ما نجا منه. أي أحد ضربه أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بل وصل إلى جهنم، هذا حوله، بل يقع القتلى حوله أي مكان. هذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهو قائد، بل كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد، وإنه كان يتولي أمور المسلمين وكان يحضر القتال بنفسه الشريف صلى الله عليه وسلم. هذا عمر تقولون فتح فارس، فتح فلان بلد، أي معركة؟ متى إن عمر بن الخطاب ذهب قريب من العراق فضلا من إيران، من الفارس. وكذلك بلي مصر وسائر البلدان. إن عمر بن الخطاب كان رجلا جبانا لم يشترك في أي معركة، بل في زمان حكومته أو في زمن خلافة أبي بكر. سلام عليكم. إمارات تفضل. إمارات تفضل. ما أسمع. تفضل وأنت على الهواء. شو أخبارك الطيب؟ أخباري طيب الحمد لله، تفضل. طبعا أنا نحب علي ونحب الحسن والحسين الله يرحمهم، ونحب جميع أموات المسلمين.
بس أعطيني 3 دقائق أكلمك الموضوع. أنا في خدمتك، تفضل. أنا بس أريد أعرف لو سمحت، عمر بن الخطاب فتح بلاد فارس. أنت أثبت لي أن عمر بن الخطاب جاء إلى الكويت. هذا تاريخ. هذا تاريخ من جيبك أم تاريخ مكتوب؟ هذا تاريخ إسلامي يدرس في كل مكان. أحسنت أرني. أنا أسألك. لا تنكر الأشياء. أخي المحترم، اسمعني. لو سمحت. اسمعني جيدا. أنت تقول هذا تاريخ الإسلامي. كيف تسمع العمرية أنت ما تقول؟ أنت كيف تسمع؟ ما تخلي واحد يتكلم. أنت بدأت بالكذب. إذا كان مقدمتك كذبا فلا فائدة من تكملة الكذب. من مكفر حكومة كيف؟ الآن أنا دعني أكمل جملة. بارك الله بك. أنت تقول إن عمر فتح بلاد فارس، أحسنت، وتقول هذا هو التاريخ لا يمكن إنكاره. أنا أقول لك أرني إذا عمر دخل العراق هل هو ذهب إلى الفارس بالطائرة؟ لابد لمن يكون في المدينة المنورة، اسمعني، لمن يكون في المدينة أن يذهب إلى إيران وإلى بلاد فارس، أن أولا يأتي إما إلى الكويت أو إما إلى العراق ثم إلى إيران. فأرني متى جاء عمر بن الخطاب قريبا من العراق فضلا أن يدخل إلى فارس. أرني ذلك الكتاب. أين مكتوب إن عمر شارك في معركة من المعارك مع الفرس أو أجرى دما طول حياتك تسب الصحابة يا أخي. قول الله أحد، قل عذر بالنار. أنت إنسان جاهل ولا تعرف شيئا. أنا أسأل علماءكم أيها العلماء العمري، أنتم ملأتم آذان الناس من الأكاذيب بأن عمر فتح بلاد الفارس. أرونا ذلك من كتبكم ليس من كتبنا. متى إن عمر بن الخطاب في أي كتاب مكتوب أيها الكذابون أيها الدجالون، في أي كتاب في أي تاريخ إن عمر بن الخطاب قد اقترب من العراق أو ذهب لقتال الفرس أو شارك في معركة من المعارك مع الفرس؟ فلماذا هذه الأكاذيب أيها الفسقة؟ ثم نفترض أنه فتح بلاد فارس، نفترض ذلك صحيح وإن كان كذبا. هذا كتاب صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، تبع دار إحياء التراث العربي، كتاب الجهاد والسير، باب إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلالا فنادى بالناس إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. نفترض إنه فتح بلاد فارس، فهذا ليس منافيا بأن يكون فاجرا فاسقا منافقا، لأن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بل وهذا لا يثبت له لا الإيمان ولا العدالة. وإن الرجل لم يفتح بلاد فارس على الأصل، أصل القضية كذب. أولا عندنا اتصال من ربما من السلام عليكم. عليكم السلام. من السودان. من السودان. أحسنتم أنتم على الهواء، تفضلوا. نعم. بلي تفضل. أنا أقول. بلي. نعم. أنا أقول يا ليت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفتح بلاد فارس، حتى كان يكون ديننا نظيف، ليس فيه شيعة ولا ضلال ولا. بخاري من أين؟ بخاري من أين؟ لم يكن عندكم بخاري ولا مسلم ولا إنك تظن أنني فارسي. أولا أنني لست بفارسي يا رجل، وإنك لن تجد أبدا في كلام علماء الشيعة بل إننا نطعن على عمر لأجل فارس. هذا من أكاذيبكم، لأن دينكم أساسه على الكذب، فحينئذ لا يمكنكم الدفاع عن دينكم إلا بالكذب. فتزعمون إننا نرفض مذهبكم لأجل فارس. أولا إنني لست بفارسي، إن شيعة لبنان ليسوا بفارسي، شيعة قطيف، شيعة مدينة المنورة، شيعة العراق ليسوا من أهل الفرس. يا رجل، هل أنت عندك عقل أم لا يوجد عندك عقل؟ متى
عمر كان رجل. متى أنتم وجدتم في كتب الشيعة كلام أي علماء الشيعة أحد مطاعننا على عمر لماذا أنت فتحت فارس؟ أولا إن عمر لم يأتي إلى العراق فضلا أن يأتي إلى الفارس. إن عمر لم يشارك في أي معركة. عمر رجل ليس من أهل الحرب وليس من أهل القتال. عمر رجل أهل الهرب وأهل الفرار. وإننا إذا نطعن في عمر لأن خلافته غير شرعية، لا يوجد دليل شرعي على خلافته. رجل يجهل أبسط المسائل الشرعية وقد جعل نفسه إماما على المسلمين. الرجل قد أدخل في الدين بدعات كثيرة، حلل حرام الله وحرم حلال الله. عمر بن الخطاب نحن نطعن فيه بهذه الطعون الشرعية، إما صحيح وإما خطأ. إذا كان طعننا خطأ فبين لنا وجه بطلانها. وأما إنه فتح فارس، أولا إن القضية من أساس كذب، عمر ليس بفاتح فارس. ثانيا هذا ليس من مطاعننا على عمر، وإننا لسنا بفرس، أنا لست بفارسي، وشيعة العراق ليسوا بفارسي، شيعة لبنان، شيعة الخليج، شيعة الكويت، شيعة قطر، شيعة البحرين، شيعة الحجاز ليسوا بفرس. هذا وحديث الثقلين لا علاقة لها بفرس وغير فرس. وأنتم الذين أنتم تتبعون فرس. هذا البخاري، بخاري صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، اسمه ونسبه هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البذردبه الجعفي البخاري. وبخارى من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبين سمرقند 8 أيام. وبرزبه معناه الزارع، كان مجوسيا ومات على ذلك. هذا بخاري. هذا ترمذي، سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن الثورة، وهو من أهل الترمذ، طبع دار الفكر. بلي ترمذ أين؟ ترمذ أين يقع ترمذ؟ هل ترمذ في بلاد العرب؟ ترمذ في بلاد الفرس. هذا صحيح مسلم، صحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري. نيسابور يقع في أي بلاد؟ يقع في مصر أم في يمن أم في الرياض في السعودية؟ نيسابور في إيران. هذا سنن ابن ماجه، ابن ماجه للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني. قزوين في أي مكان، في أي بلاد؟ قزوين في تونس أم في مصر أم في الأردن؟ قزوين في إيران، قريب من طهران، قريب من قم. هذا سنن أبي داود للحافظ أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني. سجستان هو معرب سيستان. سيستان يقع في أي بلاد؟ سيستان يقع في أي بلاد؟ يقع في البحرين. في البحرين أم في إيران؟ سيستان في إيران. أنتم الذين تتبعون الفرس وتزعمون بل إن الشيعة يكره أبا بكر وعمر لأنهم فتحوا فارس. من أين جئتم بهذه الأكاذيب؟ من أين؟ كفاكم الجهل، كفاكم الكذب. سبحان الله. ألا تستحيون من العقلاء في العالم يستمعون كلامكم هذا؟ نحن نطعن في عمر، نعم، لا نرى عمر رجلا صالحا، لا نراه صالحا أبدا، بل نراه رجلا شقيا من أهل النار. ولنا أدلة شرعية سواء صحيح أو خطأ، ليس من أدلتنا كونه فتح فارس. إذا كان أدلتنا صحيحا فبيناها في مقامها، إذا كان أدلتنا خطأ فأنت بين وجه خطئها، أما لا تكذب علينا.
لا تكذب علينا ولا تتهمنا بشيء نحن لا نقول به. بالنسبة لعمر بن العمر هو اللي يعني فتح الفرس. فأرني متى دخل على العراق. هل تعرف العرب لماذا تكرهونهم؟ أخي المحترم، أنا لست برجل فارغ. هذا من اسمعني جيدا، إن تعبنا من كلامكم هذا أن عمر فتح الفرس. هذا كلام باطل. إن عمر أرونا ذلك في أي كتاب. إن عمر اقترب من العراق فضلا أن يدخل فارس. هذا كلام باطل، كلام كذب. إن عمر بن الخطاب لم يذهب تجاه فارس فضلا أن يقاتل الفرس. ونفترض إن عمر اقتتل الفرس ومثلا دمرهم، نفترض ذلك، ولم يفعل ذلك عمر، نفترض ذلك، ولكن ذلك ليس سبب حقدنا لعمر وعداوتنا لعمر. إننا نبغض عمر لأسباب شرعية، وإنك تعلم جيدا ليس كل شيعي فارسي. وأن أنا كرجل دين أنا لا علاقة لي بفرس وملوك فرس وفتح بلاد فارس، ولا حقد في قلبي. إن كثير من الناس فتحوا الفرس. أهل يونان، أهل مقدونيا، اسكندر فتح الفارس، الروم فتحوا فارس، بارك الله في المغول فتحوا الفارس، كثير من الناس فتحوا الفارس. أنا أحقدهم؟ لا والله، لا بمثقال ذرة، لا أحقدهم لأجل ذلك، لا شغل لي بفرس، وإن كل أحد يفتح الفرس لأننا نحقد. هذا كلام باطل. تعبنا من كلامكم. نحن نحقد عمر ونعادي عمر لأجل أن الرجل منافق في الدين، وأدلتها من كتبكم. متى رأيتم في كتب الشيعة، من كتب علماء الشيعة وعوام الشيعة، أنهم يبغضون عمر لأنه فتح فارس؟ سبحان الله. أنتم الذين تتبعون الفرس. هذا بخاري، هذا بخاري، صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري، تبع دار إحياء التراث العربي. هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبه الجعفي البخاري. وبخارى من أعظم مدن ما وراء النهر، بينها وبين سمرقند 8 أيام. سمرقند في ما وراء النهر، ما وراء النهر في الآسيا الوسطى، وأهله يتحدثون باللغة الفارسية. بخارى، أهل بخارى يتحدثون باللغة الفارسية. وبرزبه معناه الزارع، كان مجوسيا ومات على ذلك، مات على ذلك. وأين مسلم؟ مسلم كذلك من نيسابور، مسلم النيسابوري، نيسابور بلدة في إيران. تعبنا من جهلكم، تعبنا من جهلكم.